من أبيجان إلى الدار البيضاء، عندما تتحول مباراة كرة قدم إلى صفقة مخزنية. في سيناريو لا تكتبه إلا مخيلة المخزن، تحولت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الغيني من حدث رياضي صرف إلى مسرحية سياسية من فصل واحد وبطولة ثنائية بين الوزير الأول الغيني وفوزي لقجع مهندس المسرحيات الكروية في الدار البيضاء. المباراة التي كانت مبرمجة مبدئيا في أبيجان العاصمة الإيفوارية، حيث اعتاد المنتخب الغيني استقبال خصومه ضمن تصفيات مونديال 2026، تحولت فجأة إلى عرس مغربي بقرار فوقي وغامض. ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فإن القرار لم يكن تقنيا ولا رياضيا، بل صفقة دبرت بليل نفذها الوزير الأول الغيني المعروف بوده العاطفي لنظام المخزن. وتحكم فوزي لقجع في تفاصيلها كعادته. المخزن يدفع وغينيا تركع. الاتحادية الغينية التي تعاني من أزمة مالية خانقة وجدت في عرض المغرب طوق نجاة مالي مؤقت. العرض كان مغريا حد السذاجة: تربص مجاني، إقامة فاخرة، تكاليف النقل، ومكافآت إضافية تحت الطاولة، فقط ليكون اللقاء في الأراضي المغربية. والمقابل دعم سياسي مغلف داخل علبة كروية أنيقة عنوانها التضامن الإفريقي، ومضمونه اعتراف ضمني بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة. المخزن في سابقة ليست الأولى اختار اللعب على جميع الحبال: السياسة، الكرة، وحتى الجيوب. ما لم تستطع الرباط الحصول عليه دبلوماسيا تحاول فرضه كرويا. إنها نفس الوصفة التي استرملت مع منتخب المغرب النسوي حين استدرج للعب مباراة فخ ضد نيجيريا في الرباط وسط ضغط جماهيري موجه ومخطط له سلفا. الجزائر في مرمى الاستفزازات. المنتخب الوطني الجزائري يدخل المواجهة وهو يعلم أن الملعب ليس محايدا وأن الأجواء غير بريئة. فالدار البيضاء لم تختر عشوائيا، بل بعناية من طرف من يتقنون فن التآمر الرياضي. لكن كما أثبت الخضر سابقا، لا تهم الأرض بقدر ما تهم الإرادة. المخزن بالتواطؤ الإعلامي المعروف سيحاول حشد الجماهير وافتعال أجواء ضغط، وسيقدم المباراة على أنها معركة رمزية ضد الجزائر. ولكن من يلعب ضد الجزائر لا يحصد إلا المرارة، والتاريخ شاهد. سياسة بوجه كروي. هذه الحيلة السياسية ليست سوى استمرار لاستراتيجية مغربية منمجة تهدف لاختراق المواقف الإفريقية عبر الكروية الناعمة. استثمار الملاعب بدل السفارات، وشراء الولاءات بتذاكر المباريات لا بمحاضر الأمم. غينيا